السلام عليكم. عدنا والعود أحمد، ورجعت للقناة والمتابعين بعد غياب طويل لظروف شخصية. نقول لكم إن شاء الله نتمنى تكونوا بكثرة، خاصة اللي طلبوا مني الرجوع. نقول لهم هاني رجعت لكم، ورجعت اليوم بطبق الكمونية اللي يجي صدقوني بنين وحار ولابي يدوب في الفم. هذيك الكبدة تدوب في الفم. للمقادير لهنا عندي أنا كيلو تاع كبدة تاع الدجاج، شوية تاع ثوم، طماطم حب مرة بحبات حتى الخمسة، كل ما كثروا الطماطم تجي مليحة. عندي المعدنوس باش نديكوري بها، شوية تاع الزيت، والتوابل اللي هما ملح، فلفل الكحل، الحمار الحار، الكمون بطبيعة الحال لأنه مكون أساسي في هذه على ديك اسمها الكمونية، وعندي الحمار الحلو. انا بعد ما غسلت الكبده ونقيتها غسلتها بالخل، راح نقطعها لطرف صغيرين متوسطين. كاين اللي يحب يقطعها قطع شويه كبيره، كل وحده ديرها على الحجم اللي حابه. لهنا في مقلاة نروح نحط شويه تاع الزيت، نسخنه شويه، ومن بعد نحط نصف الكميه تاع الكبده هذيك في الزيت. علاه ما نحطهاش كامل لانه الكبده راح تطلق لي الماء تاعها، وانا مش حابتها طيب لي في الماء هذيك ما تجيش بنينه. حابه نشوحها في الزيت باش تدي لي اللون الدوغي وتجي شغل محمره كيما راكم تشوفوش في دات اللون الدوغي. لهنا راح نحيها نحطها في صحن، ونزيد ندير نص الكميه الثانيه بنفس الطريقه. انا كاينه حاجه ما قلتها لكمش في الاول، انه نحطوا عليها رشه تاع ملح، علاه باش طيب لنا في البنه تاع الملح هذيك ما تجيش صامته. نزيد كما تشوفوا، نزيد ندير الكميه الثانيه نحيها على جنب. وفي نفس المقلاة هذيك بعدا راح نحط سنينه تاع الثوم، نخليهم يتشوحوا مليح، ندبلهم. صدقوني واحد الريحه طالعه في الكوزينه واش نقول لكم. ونزيد نضيف عليهم الطماطم تاع الحب، نزيد نخليها تتقلى مع الثوم مليح، ونضيف التوابل اللي كنت قلتهم في الاول تاع الفيديو، الملح والفلفل الكحل، الحمار الحلو والحمار الحار، واكيد المكون الاساسي هو الكمون. تقدروا تكثروا الكمون كما تحبوا. اللي يحبها تجي حاره بزاف يقدر تزيد لها مغرفه تاع الهريسه. انا اللي حطيت مغرفه تاع طماطم كونسونطري، واللي يحبها تجي حاره يزيد شويه تاع طماطم تاع الهريسه. نغطيها نخليها تتقلى مليح. كي نحل عليها هنا شوفوا زي ما يا سلام على الروائح. راح نزيد لها هذيك الكبده، نخليها تماغينا مع هذيك الدواوات، تشرب هذاك الدواوات، ومن بعد نمرقها بالماء السخون. انا ديما ننصحكم في الاكل تاعكم حاولوا ديما تخدموا بالماء السخون، لانه الماء البارد راح يفسد لكم هذاك الطياب تاعكم. نغطي عليها ونخليها طيب، ما تطولش في الطياب بزاف. كيما نقولوا الكبده تاع الدجاج ما فيهاش الروح. كي نحل عليها شوفوا زي ما الله يبارك لابيه خاطره جات تهبل. نضيف لها الخطوه الاخيره مغرفه صغيره تاع الكمون، ولا هنا كانت الكمونيه تاعي واجده. شوفوا زي ما جات لابيه تهبل صدقوني، وجدتها في دقائق. لهنا مع رشه تاع معدنوس، الله الله، شويه تاع خميره، واش نقول لكم جات واحد البنه فيها جات زي العسل. كانت هذه وصفتي لليوم، نتمنى عجبتكم. وقولوا لي في التعليقات اللي كانوا يتبعوني من قبل اسكو راكم معايا، كاين المتابعين اللي قدام ولا لا. ببقى لي غنقول لكم نخليكم في وصفه جديده. باي باي.